صاحبة ملامح أوروبية جميلة من جميلات السينما المصرية وأفضل فنانة في جيلها. قدمت أدوار الحب والرومانسية أمام كبار وعمالقة الفن. الفنانة الجميلة نادية لطفي صاحبة الملامح الأوروبية اللي قالت أنا مصرية 100%، وقالت كمان أهم من الشكل والمظهر هو إني أكون مصرية بالإحساس. في بداية حياتها وكان عمرها 10 سنوات وقفت على خشبة المسرح المدرسي أمام الجمهور الأول ليها، ولكن تجربتها دي ما كانتش ناجحة. إنها لما وقفت على المسرح نسيت الكلام كله واللي كان من المقرر إن هي تقوله. بسبب ده اعتقدت وقتها إن التمثيل مش مناسب ليها. كانت معجبة جدا بفاتن حمامة وتحية كاريوكا وكمال الشناوي ومحمود شكوكو. وقالت الفنانة نادية لطفي إن عيلتها كانت على علاقة بالسيد جون خوري. جون خوري ده كان صاحب أكبر شركتين للإنتاج السينمائي في وقتها. وفي بيت جان خوري تقابلت نادية لطفي مع المخرج رمسيس نجيب، واللي عرض عليها وقتها إن هي تكون ممثلة في أفلامه، وردت عليه وقتها وقالت له ليه لأ. وبعد المقابلة بولا بقت بطلة لفيلم سلطان اللي قدمته مع فريد شوقي، وده كان أول فيلم لنادية لطفي. المنتج رمسيس نجيب هو اللي غير لنادية لطفي اسمها من بولا شفيق لنادية لطفي، واسم نادية ده مقتبس من شخصية الفنانة فاتن حمامة في فيلم لا أنام. وتقول الفنانة نادية لطفي عن مشاركتها لعبد الحليم حافظ في فيلم الخطايا وفي فيلم أبي فوق الشجرة إن ده كان حظ سعيد ليها، لأن الفيلمين دول ساهموا في انتشارها بطريقة فظيعة جدا وكبيرة جدا. وقالت عن عبد الحليم ان هو فنان موهوب ومحبوب من الجماهير وخلاها اكثر شهرة وقربها من الناس. وقالت عن شغلها في السينما ان انا شايفة اني مش لازم اني امثل باستمرار لاني مش موظفة. نادية لطفي كانت بتحب الحيوانات جدا بجميع انواعها، كانت مربية في بيتها كلب ما كانش بيفارقها ابدا. وعلقت وقال ان مع الايام اكتشفت ان في اشخاص لو عاشوا معايا في البيت بخاف منهم اكتر من الكلاب. مجلة الكواكب اختارت الفنانة نادية لطفي في مسابقة اجمل وجه وشكل خارجي لممثلة سنة 1961. اما خبراء التجميل قالوا عن الفنانه نادية لطفي ان وشها اللي بتظهر فيه امام الكاميرا هو وشها الطبيعي، عشان كده الماكير ابدا ما كانش بيتعب مع الفنانه نادية لطفي. ربنا يرحمها ويتغمدها بكامل الرحمه والمغفره، فنانه جميله وعظيمه. الفنانه نادية لطفي اتجوزت 3 مرات. المره الاولى من ضابط بحري اسمه عادل البشاري، هو ابو ابنها الوحيد احمد. اما الجوازه الثانيه كانت من المهندس ابراهيم صادق، والمره الثالثه من شيخ مصوري مؤسسة دار الهلال محمد صبري. الفنانة نادية لطفي طوعت لأعمال التمريض في مستشفى المعادي العسكري أثناء حرب أكتوبر، وكانت مقيمة في القصر العيني وأسعفت الجرحى، ومثلت في حوالي 75 فيلم، من أشهرها فيلم السبع بنات والخطايا والسمان والخريف والنضارة السود وللرجال فقط والإخوة الأعداء وقصر الشوق. الفنانة نادية لطفي اتولدت سنة 1937 من أب مصري وأم مصرية، اتولدت في حي عابدين بالقاهرة.